مؤتمر النهارده علشان نوضح ان في ظاهرة خطيرة تعتبر جريمة ضد الإنسانية، وهي الاعتداء على الأطباء والمستشفيات الميدانية. حتى في الحروب مفروض ان النقاط الطبية والفريق الطبي أطباء ومسعفين وتمريض آمنين. في الأحداث الأخيرة في مجلس الوزراء وفي الأحداث اللي في شارع محمد محمود لاحظنا ظاهرة عجيبة، إن مش الأطباء بيتصابوا بالصدفة مع الناس، إن في تعمد لإصابة الأطباء. المؤتمر ده يعتبر نوع من توثيق شهادات شهود عيان. الأطباء كانوا موجودين في قلب الميدان من بداية الأحداث في الثورة الأولى والأحداث الأخيرة، أحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، فتعتبر شهادة موثقة من شهود عيان للتاريخ. الجيش هجم وكان في مصابين على الارض وكان في دكاتره، واحنا قلنا لهم احنا دكاتره واحنا بنعالج. هو دخل وقال انتوا بتعالجوا البلطجيه، انتوا جايين تعالجوا البلطجيه، ما ينفعش، وراح طردنا من مكاننا وهد الادويه ومشى المصابين واعتقل بعض المصابين. فجاه هجمت قوات الجيش مره واحده، قوات كان القائد مدثم، كان الساعه كان قبل صلاه الجمعه الساعه 10 تقريبا 10 ونص. قلت لهم انا طبيب ورفعت ايدي استسلام، وكنت كنت اديت له الامان وان انا معايا مصاب. فجاه راح بالصاعق الكهربائي في ايدي اليمين حرقها لي وضربني على وشي، شتم انت دكتور، شتم لفظ قبيح جدا، وخدني من هناك لحد جوه بالمجندين اللي معاه لحد مجلس الوزراء الى الداخل. انا كل اللي عملته ان انا اثبتت حقي بس بان انا عملت تقرير طبي. حد بيسالني بيقول لي انت ناوي تقدم بلاغ للنائب العام، فرفضت. قلت له انا هقدم بلاغ في مين؟ انا عارف انا في 6 عساكر ضربوني، والضابط اللي امرهم بان هم يجوا يضربوا الناس اللي في الميدان، لكن انا مش هتهم جيش مصر كله عشان مجموعه اساءت استخدام السلطه واساءت استخدام السلاح واساءت استخدام القوه واتعاملت معايا بعنف. لكن ده باقي الجيش في ناس كتير كويسين، في ناس محترمين. الجيش اللي هو المفروض يحميني مش يضربني. يوم الأربع والخميس اللي